صلوا على رسول الله. وصفة طبيعية لإنبات الشعر وملء فراغات الرأس. المكونات: معلقة كبيرة من زيت الروزماري، بصلة متوسطة الحجم، رأس من الثوم. الطريقة: تقشير الثوم والبصلة ثم سلقهما في الماء على النار. وضع الثوم والبصلة في طبق وهرسهما جيدا ويترك ليصبح بارد. بعد ذلك يتم إضافة معلقة كبيرة من زيت الروزماري على مكونات الطبق والخلط جيدا حتى يصير القوام مثل المرهم. ينعبأ مكونات الخليط في برطمان من الزجاج ويترك في الثلاجة لمدة ساعتين، بعد ذلك يمكن استعماله. طريقة الاستخدام: يوضع المرهم على فروة الرأس في مناطق الفراغات والتدليك برفق لمدة دقيقتين. ويترك مدة 6 إلى 8 ساعات. بعد ذلك غسل الرأس بماء دافئ قليلا ثم تجفيف الرأس ودهن فروة الرأس بزيت زيتون أو صبار أو خروع. تكرار الاستخدام 3 مرات أسبوعيا. اشترك في القناة ودوس الجرس واضغط لايك من فضلك.